مخاطر الاستثمار ازاي تتفاداها من غير ما تخاف. اهلا بيكم، انا عز الغريب ودي حلقات انفستمنت 101. تسمع كلمه استثمار كتير، فاول حاجه بتيجي في بالك هي الخساره، بس الحقيقه الخساره مش قدر، هي نتيجه شويه قرارات. اي نوع من الاستثمار في درجه مخاطره. الفرق بين اللي بيكسب وبيخسر ان الاول فاهم ودارس والتاني دخل بالحظ والدعاء. اول نوع مخاطره هو السوق نفسه، يعني حصلت ازمه زي كوفيد او حرب او تضخم عالي، كل السوق بينزل، ودي حاجه اسمها ماركت ريسك، وهنا لازم تكون مجهز نفسك وعارف امتى تدخل وامتى بتستنى. تاني نوع مخاطره الشركه نفسها، يعني انت اشتريت سهم شركه فجاه طلع عندهم اداره فاشله او منتجهم بايظ، سهم نازل وانت قاعد بتتفرج. في كمان مخاطره العمله، تستثمر في بلد عملتها بتنهار زي ما حصل في بعض الدول السنين اللي فاتت، القيمه الشرائيه لارباحك بتقل. طب نعمل ايه؟ 3 خطوات بسيطه بس مهمه. 1. نوع استثماراتك، يعني ما تحطش كل فلوسك في سهم واحد او نوع واحد من الاصول. 2. اتعلم واقرا، يعني كل ما تعرف اكتر هتقلل نسبه المفاجآت. 3. خليك عامل حساب خطه للطوارئ، يعني استثمر جزء واحتفظ بجزء كاش في حالات الضروره. الخوف طبيعي، لكن اللي بيخلي الخوف يقل هو الفهم. في الحلقات الجايه هنتكلم عن ازاي تبدا وخطوات عمليه لاول استثمار ليك. لو مستني اللحظه المناسبه، هي دي اللحظه المناسبه. تابع الفيديوز اللي جايه.